نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تدشين الأمانة العامة للتظلمات. هذه المؤسسة التي فعلا تعكس مدى نجاح مملكة البحرين بتدشين مؤسسات رائدة في حقوق الإنسان، ونتطلع لنجاح هذا المؤتمر الذي هناك عدد كبير من المشاركين من خارج مملكة البحرين الذين فعلا قدموا للمشاركة في هذا المؤتمر ويعكسون مدى ثقتهم بالمؤسسة البحرينية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. أنا لا أعتبر نفسي أول مؤسس، أنا أحد المؤسسين من فريق متكامل بحرينيين نعتز بأن نكون قد دشنا هذه المؤسسة بروح الواحدة بدعم من سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء ولي العهد رئيس الوزراء بتدشين مؤسسة رائدة في حقوق الإنسان. وشكرا. طبعا الأمانة العامة للتظلمات الحمد لله أتمت عامها العاشر، وإحنا طبعا أعدينا أو نظمنا هاي المؤتمر من باب الاحتفال طبعا مرور 10 سنوات على التدشين. طبعا البداية كانت صعبة لأن هي الأولى من نوعها على مستوى الخليج وطبعا على مستوى الشرق الأوسط، فكان صعب إن احنا نتعرف شنو الدور، فكانت في بداية التحديات إن احنا عملية التأسيس والاستفادة من تجارب الآخرين، ولكن الحمد لله طبعا من خلال الزيارات ومن خلال طبعا التدريب المستمر للمحققين عندنا قدرنا ان احنا طبعا ننجز الكثير. وطبعا هاي كلها منعكس على الاحصائيات ومنعكس على قصص النجاح والانجازات اللي حققناها خلال هاي الفتره. طبعا المشاركه في هذا المؤتمر الذي ينعقد في هذه المملكه الشقيقه مملكه البحرين هي مشاركة ذات أبعاد متعددة. أولا بعد تبادل وتقاسم التجارب في مجال الدفاع وحماية حقوق الإنسان، وهذا مجال مهم للغاية، خاصة وأننا في المملكة المغربية راكمنا تجربة طويلة في هذا الشأن، احتفلنا بالذكرى العشرينية منذ مدة. أيضا نحن نريد أن نعزز التعاون العربي المشترك في مجال الدفاع عن الحريات، في مجال الدفاع عن الحقوق. نشتغل أيضا من أجل إشاعة ثقافة التخليق والشفافية في الإدارة العمومية في المرفق العمومي، وكلها أمور من شأنها أن تعزز رفاهية المواطن العربي من زاوية ضمان حقوقه في علاقته مع الإدارة والدولة. اليوم 10 سنوات مرت على تأسيس الأمانة العامة للتظلمات. أنا كمواطن بحريني شفت بصراحة خلال فترة ال10 سنوات الشعارات اللي كانت أعلنت في بداية تدشين هذه الأمانة المستقلة، منها الشفافية والحيادية والمصداقية، واليوم الأمانة بالحمد لله بعد هذه ال10 سنوات كسبت الجمهور وأصبحت اليوم بيت من بيوت حقوق الإنسان في مملكة البحرين. نحن في وزارة الخارجية على تعاون مستمر مع الأمانة العامة للتظلمات كجهة مستقلة من خلال تزويدنا ببعض الأسئلة والأجوبة والمتطلبات التي نحتاجها في تقاريرنا الدولية. مشروع طريق حقوق الإنسان من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا في وزارة الخارجية. هذا المشروع يحوي على عدد من الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، عددها تقريبا 25 جهة. هذه الجهات الله يسلمك مهمتها ودورها في مجال حقوق الإنسان، فلما يجينا أي زائر أو أي مواطن أو أي مقيم أو أي وفود رسمية ناخذهم جولة في هذا الطريق عشان يشوفون بنفسهم ويتعرفون أكثر على إنجازات مملكتنا في مجال حقوق الإنسان، وأيضا عشان يتعرفون أكثر على ما تم إنجازه في الخطة الوطنية لحقوق